صباح الورد، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فاكرين عملت لكم قبل كده فيديو عن الشمع بتاع باث اند بودي وركس، وعملت لكم ريفيو عنه. كان وقتها كان عندي بس الجابانيز تشيري بلوسم دي. النهارده هعمل لكم ريفيو عن 3 تانيين مختلفين. جبتهم برضو مؤخرا، وعايزاكم بقى كمان تستغلوا فرصة ان هما دلوقتي اون سيل. في حاجات ب 425 وفي حاجات ب 525. هقول لكم الفرق ما بين الاتنين. لان هو الشمع بتاع باث اند بودي وركس في منه نوعين. نوع مكتوب عليه من فوق كده باث اند بودي وركس، وفي نوع تاني مكتوب عليه وايت بارن. فهقول لكم انا من تجربتي الشخصيه يعني ايه الفروقات اللي بينهم. فيلا بينا. اول واحده هتبقى بابلي روز. عايزه اقول لكم ان ريحتها بجد حلوه جدا. هي طبعا معموله من اسينشال اويلز، او يعني من زيوت عطريه كده كتير مختلفه مع بعضها، بس هي ريحتها سويت جدا وملهاش اي علاقه بقى بالكوكونات خالص. يعني ما تحسوش ان انتوا شامين كوكونات، انتوا شامين ريحه ريحه فروتي كده، سويت. المفروض ان هنا تكون مكتوبة الأنواع بتاعة الأويلز المستخدمة. استنوا كده نحاول نشوف. لا، دي كلها الانستراكشنز أو الحاجات اللي المفروض نعملها يعني لما نيجي نستخدم الشمع. هم كلهم الشمع بتاعهم الفول سايز او الثري ويك، يعني اللي هم 3 شمعات مع بعض، دول كلهم نفس الحجم تقريبا، اللي هو 411 جرام. عايز اقول لكم ان انتوا تقدروا كمان تجيبوهم من بره مصر. بيبقى فيه لو ليكم مثلا حد في الخليج او كده، بيبقى بينزل عندهم اديشنز ما بتوصلش عندنا او بتوصل عندنا متاخر شويه. وفي بقى بيجز كتير قوي بقى بنات بيجيبوا الحاجات دي من بره وبيبيعوها باسعار معقوله جدا. ف لو حابين ان انا اعمل لكم اي recommendations يعني اكتبوا لي في الكومنتس واقول لكم برضو مين بيجيب حاجات لطيفه وكده. بس انا عموما بالنسبه لي بابلي روز دي شكلها حلو قوي. الديزاين بتاعها بقى كله فلورال وورد وكده، فطبعا جذبني جدا. والريحه بقى كمان بتاعته حلوه قوي قوي قوي. زي ما قلت لكم كده، هي ريحه ريحه فروتي اكتر من انها ريحه روز، او اكتر من انها ريحه ورد. في نوع تاني اسمه روز واتر اند ايفي، بس ده مش عندي، يعني انا حطاه في الباكت ليست بتاعتي. ده ريحته يعني عارفين ريحه المورد، ريحته مورد جدا. وريحته حلوه. بس هو مش موجود دلوقتي، يعني انا ما جبتوش. لكن دي اللي عندي، وريحتها زي ما قلت لكم كده فروتي وحلوه. وعايزه بقى اقول لكم على حاجه مهمه جدا، انها لما بسيبها ومش بولعها، اوكي، يعني انا اصلا لغايه دلوقتي لسه ما ولعتهاش. هي بتعمل ريحه من قبل ما اولعها. يعني انا لما بسيبها كده مقفوله بخرج وبسيب البيت، فطبعا الجو بيبقى حر، ما بيبقاش فيه يعني اي تكييفات او مراوح شغاله او كده. ف فالطبيعي ان هي مقفوله وخلاص. لكن لا، برجع بلاقي ريحه البيت من الحراره اللي بتخش البيت واحنا مش موجودين. بتأثر على الشمعة وبتخلي الريحة الحلوة دي تفوح. فأول ما بفتح باب الشقة بحس ان الريحة كلها كده ايه فايحة او كده. انا مش عارفة هي ريحة بتاعة البابلي روز دي تحديدا ولا الشمع كله مع بعض، لان انا حطهم كلهم جنب بعض حاليا، يعني لسه ما وزعتهمش. ف فبس غالبا هي الريحه اللي انا بشمها هي بتبقى بابلي روز دي، لان انا عارفه ريحتها، هي ريحتها مميزه. تاني واحد بقى، واخيرا جبت الشامبين في الفيديو اللي فات بتاع الريفيو اللي كنت عامله لكم. كنت بقول لكم ان انا نفسي جدا اجيب الشامبين توست، بس المرة دي بقى جبته اللي هو وايت بارن ده. عارفين الديزاين الكلاسيك خالص، مش مكتوب من فوق باث اند بودي وركس، لا مكتوب وايت بارن. لسبب ما مش عارفة ايه هو الغطا ده دايما بيأكسد كده، فمش عارفة بقى. هي دي حاجة ساعات بتضايقني، مش عارفة بس بس يعني هنشوف لها حل ازاي نلمعه او كده. دي طبعا استخدمتها كتير جدا، ريحتها رائعة حلوة جدا جدا. تحسوا ان هي كده ايه، ريحة مش شتوية، ريحة صيفي وقوية جدا. وتحسوا ان هي فيها نوتس كتيرة حلوة قوي، زي البودي سبراي بالظبط. بالمناسبة هبقى اعمل لكم برضو ريفيو عن كولكشن كبير من البودي سبرايز واللوشنز، برضو جبتهم.
هقول لكم برضو رأيي في الروايح بتاعتهم ايه. الحلو بقى في وايت بارن ده ان دايما الديزاين بتاعهم كلاسيك كده، فتحسوا ان هو بيليق قوي مع الديكورات. عارفين زي ما بتجيبوا حاجه ساده كده وتميكس اند ماتش مع حاجه منقوشه، فتحسوا ان هو ايه الساده بتاع الكاندلز، عارفين. فالديزاين حلو جدا، وبحس او يعني في كده كلام منتشر عن ان وايت بارن السنت بتاعه بيبقى اقوى من الحاجات اللي هي مكتوب عليها باث اند بودي. ف هو ريحته بجد ريحة يعني حلوة جدا، فريش كده، وكلها برضو فروتس. تحسوا ان هي مدية على كمثرى، على برتقان، على يعني كلها روايح كده فريش ومناسبة قوي للصيف كده. تحسوا ان هي ايه بتدي فريشنس كده ولطيفه قوي. ف بس انا بالنسبه لي بابلي روز احلى بصراحه. يعني انا كنت متحمسه جدا جدا للسنت ده، بس لما جبت البابلي روز لا، بابلي روز غطت عليها بصراحه. بس فدول كانوا النوعين. تعالوا اوريكم النوع الثالث. النوع الثالث بقى هو warm vanilla sugar. ده بقى فانيلا فانيلا، عارفين يعني فانيلا على اصله. ريحته فانيلا جدا جدا وقويه قوي. الباكجينج بقى بتاعه تحسوا ان هو ايه جولد كده، مناسب قوي للديكورات الجولد. تقدروا بقى تنسقوه مع حاجات بقى تري جولد او كده. بصوا طبعا انا لسه ما استخدمتهاش، لكن هي ريحتها فانيلا جدا مع كوكونات. يعني لا، كوكونات واضح فيها، والفانيلا بقى قوي قوي، يعني فانيلا قويه قوي كده. وتحسوا بقى ان هي ريحه دافيه شتويه، تحسوا ان هي مناسبه قوي للشتاء. عارفين انتوا الروايح اللي تحسوا بدفى فيها كده لما تشغلوها؟ لا، دي من النوع ده، اللي هي الريحه الوارم قوي. تحسوا انها ريحه كده اكسبنسيف، غاليه. يعني عارفين اللي هو تحسوا ان انتوا ريحه البيت كده سويت، على يعني سويت من ناحيه ايه؟ مش من ناحيه فواكه او كده، لا، من ناحيه كانه ريحه كوكيز في البيت. عارفين كانه ريحه انتوا لسه خابزين كوكيز بالفانيلا، والريحه بقى معبيه البيت او كده. ريحه السكر مع الفانيلا مع الكوكونات، تحسوا ان هي ريحه مسكره كده، عارفين اللي هو كلها سكر. ف دي ريحة الوارم فانيلا شوجر، ريحة حلوة جدا. انا بالنسبة لي الوارم فانيلا حبيتها اكتر من الشامبين توست. انا مش قادرة اصدق اللي انا بقوله، يعني انا كنت بجد متحمسة جدا للشامبين توست، لكن لما جربت الحاجات التانية يعني ذوقي اختلف تماما واتغير. فحسيت انه الشامبين توست اضعف واحده فيهم، يعني مش اكتر واحده انا حباها، بس هي بالتاكيد بالنسبه لي احسن من الجابانيز تشيري بلوسم. يعني دي بالنسبه لي اخر واحده. هما كده بالظبط بالنسبه لي بالترتيب: بابلي روز دي نمبر 1، الورم فانيلا شوجر دي اللي تيجي بعديها، والشامبين توست اللي بعديهم. في الاخر خالص تيجي الجابانيز تشيري بلوسم. ده بالنسبه لذوقي انا الشخصي. يعني لو حابين بس تعرفوا انا ذوقي الشخصي ايه، فهو ده الترتيب بالنسبه لي. بس لكن انا عموما بنصح جدا 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 اي بنت بتتجوز او بنت بتحب تجدد بيتها او كده، ان هي تنفست. يعني ايه؟ يعني تستثمر في كاندل من دول، لان فعلا لما بتشغليها مش زي اي او لما بتولعيها، يعني مش زي اي كاندل تانية بتشتريها، ولا حتى بتوع ايكيا، ولا كاندل من بتوع ايكيا يقدروا ان هم يغطوا على الروايح بتاعت الكاندلز بتاعت باث اند بودي وركس. انصح جدا ان انتوا يكون عندكم على الاقل واحده، وتشغلوها بقى ايه وقت بالليل او في اي اوقات يعني انتوا حابين ان انتوا تعملوا ريلاكسيشن او كده. فعلا هتفرق جدا في المود بتاعكم، وهتحسوا ان انتوا عملتوا حاجه كده ايه مختلفه تماما. وتنتهزوا بقى فرصه السيل بتاعت دلوقتي، ان هم عاملين اكتر من 50% اوف على الشموع دي. يعني كل شمعة تقريبا سعرها اكتر من 1000 جنيه، فدلوقتي هي ب 400 و 500. فتنتهزوا بقى الفرصة دي، يعني ايه زي ما قلت لكم كده، تنفستوا او تستثمروا في واحدة منهم تكون عندكم. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي للنهاردة.
اشوفكم بقى في فيديو تاني ان شاء الله، وبحبكم قد العالم كله. باي باي.